4 اسباب تخلي جرثومه المعده مش بتخف وتفضل تصرف فلوس على تحاليل وادويه وفي الاخر النتيجه الميكروب طلع ايجابي. لو بتتعالج منها بقالك فتره ومفيش فايده ركز في ال3 نقط دول. السبب الاول لخبطه المواعيد. جرثومه المعده بكتيريا ذكيه جدا، لو نسيت تاخد جرعه المضاد او اخرت ميعادها ساعه او ساعتين انت تديها فرصه ذهبيه انها تعمل مقاومه للدواء. العلاج لازم يكون بالثانيه عشان نخلص عليها من اول كورس. السبب الثاني العدوى التبادليه، بينج بونج افكت. ممكن تكون بتتعالج صح جدا بس شريك حياتك او حد في البيت عنده لسه الجرثومه وما عندوش اي اعراض منها فبينقلها لك من وقت للتاني من خلال الاكل او الادوات المشتركه. في اوقات كتير البيت كله لازم يحلل ويتعالج مع بعض عشان نقفل الدايره دي ونخلص من الميكروب. السبب الثالث الاكل من بره. فتره علاج ال 14 يوم لازم تكون فتره عزل لمعدتك. الاكل من بره البيت بيجيب لك امراض، خصوصا الخضروات اللي مش مغسوله كويس لانها ساعات كتير بتبقى هي مصدر العدوى. ما تبقاش بتنظف معدتك بالدواء وتبوظها بالاكل اللي مش نظيف. السبب الرابع الميه. مهم قوي تتاكد ان الفلتر اللي عندك فلتر بيموت البكتيريا، الترا فايلوت فلتر، او تجيب ميه نظيفه او تغلي الميه وتستناها تبرد وتشربها. الجرثومه بتخف بس لو اتشخصت صح وكتب لها البروتوكول المناسب لحالتك مش حاله غيرك. لو جربت علاجات كتير والجرثومه لسه موجوده تقدر تشرفنا في مركز دكتور احمد جلال، هنحدد لك خطه علاج دقيقه بنتابع معاك لحد ما نتاكد انها انتهت تماما. التفاصيل والعناوين موجودين في وصف الفيديو.